طيب، وأنا أزيد عليها أنه أنا أحذر النساء جميعا من الخوف. كيف تخافون من الشياطين هؤلاء؟ إن الشياطين ليوحون لأوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كيد الشيطان ضعيف، ولا ينبغي للمرأة أن تخاف. هذا خوف السر، وهو قريب من الشرك والعياذ بالله، بل قد يكون شركا. هذه امرأة دجالة شيطانة كذابة، كيدها ضعيف، بل كيد إبليس نفسه الذي يسوقها ويعني يؤزها أزا، هو نفسه كيده ضعيف. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأيتها النساء، بناتي وأخواتي، لا تخفن من هذا. الخوف لابد أن يكون من الله سبحانه وتعالى. قال الله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: فلا تخشوهم واخشوني. فالخوف خوف السر، ولابد أن يكون لله عز وجل وحده، ولا يصيب الإنسان شيء من الضر إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولو اجتمع الأمة، يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلا ينبغي للمرأة ولا للنساء أن يخفن إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الكذابة الدجالة الضعيفة الحجة يعني سببت هذا الخوف، فسبحان الله، فما بال النسوة لو خرج الدجال إذن؟ ويا أيها الأزواج، أنتم مسؤولون عن أزواجكم من النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فيه أيضا لابد من التعليم وحفظ النساء وبيان الأمور للنساء وتثبيت القلوب. فالمشكلة أن بعض طالبات العلم أيضا خفن، والتلبيس أتى كما تقول أنت يا عبد التواب. التلبيس أتى من أن هذه المرأة كانت منتمية إلى أهل السنة، فسبحان الله عز وجل، وأنه نصحها الشيخ العلامة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، ولكنها طبعا لم تستجب. فأنا أظن أن هذه المرأة قد تسلط عليها الشيطان التبسها مارد من الشياطين، فهو الآن يسوقها ويؤزها أزا، فهي شيطانة. لعل ولاة الأمور ينتبهوا لها ويستتيبونها، فإن تابت، وإلا ينبغي عليهم أن يقتلوها. أو ربما يكون المكان المناسب لها هو مستشفى الخنكة في العباسية، فهي امرأة مجنونة. الصوتيات اللي أرسلتها لك اللي كلها بتاعت أبي عباد، وفيها توضيح وبيان وإظهار التفاصيل للشيطانتين ماجدة جمال ونهى حمدي. فيكفيك هذا والله يا عبد التواب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. طلعت زهرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا تحذير وبيان من خطر ادعاء النبوة من النسوان. كلامنا عن الشيطانتين ماجدة جمال ونهى حمدي. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهما في نحريهما ومن يعاونهما من شياطين الإنس والجن. فهذا بيان لخطر هذه الدجالة الخبيثة المجرمة ماجدة جمال، التي تزعم أنها مطلعة على جميع الفساد في الأرض، وأن الملائكة تخاطبها، بل زادت أن الله يكلمها. حاشاه سبحانه، بل صعدت إليه وكانت بجانبه سبحانه وتقدس، وهو يريها أن الأرض جميعا فسدت ولا بد منها، ومعها مساعدة لها على شرها هي نهى، لتقود وتدعو الخلق إلى الجنة والنجاة من النار. وهما امرأتان صارتا فتنة للناس. وبعد سماع بعض الصوتيات فوق ما كنت سمعت أولا، لم تعد المرأة الثانية مجرد مساعدة،
بل نبية منتظرة معها تماما بتمام. أسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمات شرهن، وأن يمكن من رقابهن بسيف الحق والحجة والبيان. فمن آمن بهما وبما أتيا به نجا، ومن كذب فهو الهالك، فلا سبيل للوصول إلى الله إلا من خلالهما. وقد أتيا بدين جديد وغريب غاب عن الأرض، ولا يوجد إلا من معهما ومن تبعهما فقط، وهو الدين الحق الذي هو فتنة للناس كفتنة المسيح الدجال، بنطقها بوضع الخاء مكان الحاء. المسيح الدجال، هكذا ورد في الكتاب أو ورد في السنة. أما الجهلة الذين أضافوا نقطة على الحاء لتصير خاء، أرادوا من ذلك تمييز المسيحين عن بعضهما، مع أن الأمر واضح في الدلالة وفي السنة. لا تعجب، فهذا كلامها أنها فتنة للناس كفتنة الدجال. فقد رأت مساعدتها نهى في المنام أنها مسافرة وتحمل جواز سفر، ولما أخرجته وجدته مكتوبا عليه المسيح الدجال، فتعجبت واندهشت وفتحت الجواز فوجدت الاسم بالداخل المسيح الدجال، وقامت من النوم وفسرتها لنفسها أن دعوتها تقوم على الفتنة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحان الله. ولم تفسرها أنها تمهيد وعون للدجال، أو أن تأخذ من ذلك حذرها وأن تدع سفاهتها وضلالها وزيغها. نسأل الله العفو والعافية. فالأرض تستحق غضب الله في نظرها، ولكنه مع غضبه رحيم، يريد هداية الناس، ولكن بطريقة تفتنهم. فمن قبل الهدى الذي وصل إليها الناس في ضلال، فمن قبل منها هي فهو الناجي، ومن رفض وعارض صار على الضلال الأول ولم يخرج منه إلى الهداية. ومن اتهمها بالكذب أو السحر أو الجنون فهذا طريق الأنبياء، ولا يهمها كلام من سيحاربها، ولكن إذا علموا بخطتها، إذا علموا سيحاربون وقتها، فلا يهمني من كلامهم ومن ردهم شيئا. هكذا تقول، وسيأتي البيان بالتفصيل، فهذا مختصر بين يدي هذه المصيبة وهذه المحنة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا ويعصم نساءنا وفتياتنا وشبابنا من هذا المكر الكبار الذي يدار من قبل شياطين الجن وأعوانهم من شياطين الإنس. وعندي على كل لفظة من هذه وغيرها أدلة متعددة من مصادر مختلفة بلغت أكثر من 100 صوتية، تحديدا 111 مقطعا، يتراوح وقتها ما بين النصف ساعة إلى الساعة والساعة والنصف. كلام باطل، ولكن لخطورته بذلت وقتا وجهدا لتتبع شرها، وكنت أتنقل ما بين دركات ضلالها حتى وصلت إلى ما أعلنته الآن، أنهما شيطانتان نبيتان مزعومتان، وعما قريب ليخرجن ما لديهما. نسأل الله جل وعلا إن لم يكون أهلا للهداية أن ينتقم لنا منهما، وأن يرد كيدهما في نحورهما، وأن يهتك أستارهما، وأن يبصر ويجعل الإفاقة سريعا لأتباعهما على هذا الزيغ والضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولكن ينبغي بداءة معرفة
أن الكذب من الأخلاق الفاسدة الممقوتة التي تهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار كما ثبت عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد من التنبيه على هذا المكر. أخرج الإمام مسلم وغيره من أهل السنن كأبي داود والترمذي وابن ماجه، واللفظ لابن ماجه، وصححه الشيخان هذا اللفظ، عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض. أعطيت الكنزين الأصفر والأبيض أو الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. وقيل لي: إن ملكك إلى حيث زوي لك، وإني سألت ربي عز وجل ثلاثا، ثم ذكرها، ثم قال: وإن مما أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمة الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين. سلم يا رب العالمين. وإن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30. إن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وفي لفظ: 30 كذابون. نسأل الله العفو والعافية. 30 على الجزم والقطع، واللفظ الذي سقته: دجالين كذابين قريبا من 30. بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. ثم قال في آخر الحديث: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم يزعم أنه على هذه الصفة. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هؤلاء. كلهم يزعم أنه نبي، اللفظ الأول، وهنا كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي ألفاظ أخرى 30 دجالون، كما الأول 30 كذابون، كلها تدور حول كذبهم ودجلهم، وأنهم 30 قطعا وجزما، وأنهم قريب من 30. وهناك لفظ أخطر، نسأل الله أن يلطف بنا، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. فلعلها ممن تتهيأ لتكون من النسوة 4، أعني هذه المدعوة ماجدة، وكذلك المجرمة الأخرى نهى. 27 منهم 4 نسوة، أي من ضمن هذا العدد 4 نسوة. فهاتان اللتان أحذر منهما، والأمر سيطول، فاصبروا معي فإن الأمر والله خطير، ومهما أطلت لن يبلغ شيئا مما هم عليه، فأنا ألخص تلخيصا وأجمع جمع الشتات من بين تلك الكذبات وهذه السفاهات المنشورة والمنثورة في ثنايا لقاءات والجلسات سرية خاصة وجلسات عامة. أسأل الله جل وعلا
أن يبارك في التائبات، وأن يهدي المتشككات من السائلات، وأن يستعملنا في نصرة دينه والذب عن شرعه وملة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهما يعيشان في الخيالات والأوهام والأحلام ولو يقظة، يتصورن الأمر يقظة، نعم والله في اليقظة، يتخيلن صورا، وتزعم إحداهما أنهم يصورون لها الأمور. من هم؟ أنهم. انتبه لهذا اللفظ، سأبين بعد قليل من هم وما المراد بقولها أنهم وقالوا ومن فوق وهو وأبونا والأم الرئيسة والأم الرئيس وأم الأمة كلها والأبلة والمعلمة والأخت المعلمة. فهذه ألفاظ ومصطلحات خاصة بهذا الدين الجديد، فلا تتعجلوا، سأفك طلاسمها بعد قليل. تتخيل صورا وتزعم أنهم يصورون لها الأمور على حقيقتها، فكل خيال وخبال ومنام وخاطر وتوقع وحي من الله، أسأل الله العفو والعافية. المهم، الكذابون الدجالون عددهم قريب من 30، والجزم بال30 في بعض الألفاظ، وآخر لفظ 27 كذابا دجالا. قال الحافظ في الفتح: هذا يدل على أن رواية 30 بالجزم على طريق جبر الكسر، تجبر الكسر يعني تقريبا 30، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 30. وقال كذلك رحمه الله: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة، يعني سيزيد الأمر على مئات بل ألوف. لماذا؟ يقول: لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء، يعني أمر اختلال في عقولهم وفي أبدانهم أدى إلى تلك الخيالات وهذا الجنون الذي أصابهم. قال: وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة، كمن وصفنا، يعني كمن وصفهم وذكرهم في فتح الباري وهو يتكلم عن هذه الأحاديث. الشاهد قوله: وقد أهلك الله تعالى من وقع له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. وهاتان على طريق الإعداد والتوطئة والتمهيد بين يدي الدجال الأكبر، فإن الأمر مكر كبار. والله إن الإنسان ليرى في جنبات الأرض الفتن تضرب بجميع أوجهها ما بين الشبهات والشهوات، فالماسون يديرون الدنيا لإغراقها في الإلحاد وفي الشهوات التي خالفت الفطر، حتى ركب الذكر على الذكر، بل وفعلوا الفواحش مع الحيوانات والدواب، بل وتجرؤوا على اشتهاء الأطفال، بل وقتلوا الأطفال، بل ورأينا من تقتل أبناءها ثم لا تدري لما قتلتهم، ورأينا من يذيب جسد ولده. نسأل الله العفو والعافية. إن الشياطين تدير الأمر الآن كثيرا، ولها أتباع كثر هيئوا بتلك الوسائل التي نشرت الفساد في الأرض، من هذه الوسائل الأرضية والفضائية وتلك الوسائل على الشابكة. الأمر والله عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يخرجنا سالمين، وأن يحفظ لنا هذا الدين المتين، وأن يمكننا من الوفاة على التوحيد غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشبهات أعظم وأعظم، بل وصل الأمر إلى تلك المنازل. والله ما كان الإنسان ليتصور أن نحيا هذه الحياة ونرى مثل هؤلاء الأجناس. نعلم يقينا بخبر الصادق أنه سيكون،
ولكن بهذه الصفة. وفي النسوة أنا لم أكن أدري من النسوة إلا سجاح التغلبية، وهذا الذي كنت أعرفه، ولم يدر بخلدي قط أن يطول بنا الزمان وندرك هذا الأمر. أشار النبي صلى الله عليه وسلم بل وسمى لنا ثلاثة من هؤلاء الدجلة الكذبة: مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، والمختار بن أبي عبيد الثقفي. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن أنفخهما فنفختهما فطار. سواران من ذهب، والذهب في تأويل الرؤى شيء سيء. وهذه المجرمة لا أذكر الآن من هي، يعني كلتاهما، إحداهما رأت رؤيا عن خلع ذهب أو لبس ذهب، لا أذكر الآن نص الرؤيا، فقد ذكرت عن تائبة وأولتها لنفسها بالخير والبركة في الدعوة. استمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبر علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فطار. الأمر يسير جدا، لا يحتاجان لكثير جهاد ولا لكثير بيان، نفخ فيهما فقط فطار. قال صلى الله عليه وسلم: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. فقد ظهر في وجوده صلى الله عليه وسلم، وعجب، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يظهر هذان. وفي الصحيحين كذلك عن أبي هريرة، عن ابن عباس، الأول عن أبي هريرة: بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض. أما الذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففظعتهما وكرهتهما. فظعت، اشتد علي أمرهما، على الراجح لها معان، لكن هذا هو الأقرب للفظ الحديث. ففظعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطار، فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله أحد الرواة: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة. وفي لفظ: فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. هذان الكذابان اللذان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيلمة الكذاب، كان مسيلمة كان يسمى مسيلمة ابن حبيب، فالتصق به الكذاب لما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكذاب. والأسود العنسي. أما المختار بن أبي عبيد الثقفي فأخرج مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت للحجاج في حديث طويل لما أرسل إليها وأهانها بعد أن صلب ولدها عبد الله بن الزبير، أنها قالت له: الله المستعان، لا إله إلا الله، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنا. قالت: فأما الكذاب فرأيناه. واضح جدا، هي تريد به المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فهذا الكذاب الذي من ثقيف.
قالت: وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. يعني لا أتصور ولا أظن إلا أنه قصد المبير بك، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. فقام عنها ولم يراجعها بعد أن كان يهددها. القصة طويلة في صحيح مسلم. ولذلك من أصبح له أتباع فهو من الدجالين الكذابين الذين ورد ذكرهم وتعدادهم في الأحاديث. أما من لم يكن فليس بداخل فيها. وقد بلغ ببعضهم الكذب والجنون حد ادعاء الألوهية، نسأل الله العفو والعافية. وممن ظهر مما ذكرت مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح التغلبية، ادعت النبوة وتزوجها مسيلمة الكذاب، وبعد موته تابت وأسلمت، وهذه التي كنت أعرفها من النساء فقط. طليحة بن خويلد الأسدي ادعاها ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، وأبلى يوم نهاوند ضد الفرس، ثم استشهد رضي الله عنه وأرضاه، فقد مات على الإسلام كما هو وصف الصحابة على الراجح، من لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. المختار بن أبي عبيد الثقفي وسبق ذكره، والحارث بن سعيد الكذاب، وبيان بن سمعان، وهذا ظهر بالعراق وادعى أنه نبي ونسخ بعض شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتب بذلك إلى أبي جعفر الباقر يدعوه ليؤمن بنبوته، وقتل في سنة 19 و100 من الهجرة مع الآخر المغيرة ابن سعيد العجلي، زعم أنه رسول كذلك وأن جبريل يأتيه بالوحي، واستحل المحارم وغلا في حق علي غلوا لا يعتقده عاقل، وزاد فقال بالتشبيه. المهم قتل مع قرينه بيان ابن سمعان. ثم الباب الشيرازي ظهر في عصرنا هذا الحديث، نشأ في بيئة تبحث عن مهدي الشيعة المنتظر، فأعلن أنه باب الإمام، ولذلك لقب بالباب، باب الإمام الغائب، وكان هذا سنة 60 و200 وألف من الهجرة. ثم ادعى أنه هو القائم والمهدي بخطة فضحت فيما بعد وكشفت، وادعى النبوة وقبض عليه وتاب بعدما سجن مرات، ثم فجر وادعى الربوبية والإلهية وقتل لكفره سنة 66 و200 وألف من الهجرة. والبهاء مرزا حسين علي المازندراني، الطريقة هذه المازندراني، تدرج من خلافة الباب الشيرازي ثم ادعى أنه هو المهدي، وانتقل منها إلى كونه المسيح، ثم إلى النبوة ونزول الوحي عليه، ثم جن فادعى الربوبية والألوهية، وهلك عام 39 وألف من الهجرة. مرزا غلام أحمد القادياني ظهر ببلاد الهند في سنة 85 و800 وألف من الميلاد، أعلن أنه مجدد من الميلاد، يعني تقريبا يعني في مدة قريبة من 1300 ويعني 8 أو يعني 6 من الهجرة، لا أذكر يعني ما يوافق هذا التاريخ الآن. أعلن أنه مجدد القادياني، ثم تطور فادعى أنه مهدي معهود، ثم في السنة نفسها ادعى أنه مسيح موعود ولكنه نبي متبع، ثم في سنة 91 وألف من الميلاد أعلن أنه نبي مستقل، بل أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، وهلك بعد ذلك يعني في عام 98 وألف من الميلاد. والمرزا عباس أفندي ناجل البهاء ادعى النبوة بعد هلاك أبيه، وتسمى بعبد البهاء، قالت البهائية، فأبوه الرب والإله الذي يعبد فهو عبده، وهلك كذلك عام 40 و300 وألف من الهجرة، وحزن عليه الإنجليز كثيرا، بريطانيا. لماذا؟ هم مهندسو هذه الادعاءات لتدمير البلاد التي احتلتها
هذه الدولة التي احتلت بقاعا عظيمة من الأرض ومنها مصر، وإشغال هذه البقاع بدين محرف مزعوم يضل الناس فيسهل التحكم بهم والعبث بخيرات بلادهم. فالشيرازي والمازندراني والقادياني وعباس أفندي كلهم صنائع الإنجليز في بلاد شرق آسيا، حيث استغلوا طموحاتهم ودعموهم في بلادهم لينالوا مآربهم دينيا ودنيويا. ومثلهم ما حدث مع حسن البنا الصوفي الخارجي الماسوني عام 28 و900 وألف من الميلاد، بعد هلاك المرزا عبد البهاء عباس أفندي، المرزا الذي مات في عام 21 و900 وألف، هذا بعده ب7 سنوات فقط. نعم 7 سنوات تجرأ على ادعاء النبوة صراحة المرزا عباس أفندي عبد البهاء. أما حسن البنا ما كان ليجرؤ، لأنه في بلاد الإسلام وفي أصل ومهد وبجوار مهبط الوحي، فلا يجرؤ على فعل ذلك، سيصد الناس عنه سريعا وسينفر الناس منه سريعا. ولكنه كان المرشد على طريقة الشيعة المجوس، وكان الإمام العارف بالصوفية التي هو عليها الشاذلية، وكان التكفيرية للمجتمع صاحب فكر الخوارج، إلا من التحق بفرقته طبعا كلهم مسلمون، والخارج عنهم كافر، ويخرج على حكام المسلمين ويضرب الملكية ويحارب استقرار بلاد الإسلام في مصر والسعودية لضرب الإسلام من داخله ولتشويهه بأيدي أبنائه وللتجسس على البلاد لصالح داعمه ومنشئه، أعني بريطانيا الإنجليز. ووقع كل ذلك بمصر تحت سمع وبصر ودعم الاحتلال الإنجليزي، فقام بدوره التخريبي حق قيام، ولا زالت جماعته مستمرة في العمالة والتخريب إلى الآن. وهو انتقل إلى مملكة التوحيد السعودية ليتمم تمزيق الأمة في جناحيها في مصر وفي السعودية. ودولة الإنجليز بريطانيا إلى اليوم هي ملاذ فلول جماعة الخوان ومأوى زعماء خوارج الزمان، يعيشون تحت سمعها وبصرها ورعايتها ودعمها، وينفذون أمرها وإرشادها للتحريض على مصر والمملكة ليل نهار، والله المستعان. وهذه الخبيثة ومعها الخبيثة الأخرى، هاتان الخبيثتان تسعيان للظهور الآن، ولكن سرا بين نساء علية القوم ينتقين نساء ضباط، نساء دكاترة، نساء مهندسين، نساء يعني ذوات ثراء فاحش، بل ذوات أموال يعني تتجاوز يعني مئات الملايين. لما؟ لدعم هذه الدعوة الفاجرة، لتتقوى بذلك في مواجهة الدنيا بأسرها. نسأل الله أن يقمعهن وأن يهتك أستارهن. وما كنت لأعلم ذلك ولا غيري من أهل السنة عنها شيئا وعن طريقتها هي ومساعدتها إلا بتوفيق الله أولا، ثم بأسئلة المتشككات وتوضيح التائبات بارك الله فيهن، وخوفهن على البنات والنساء اللواتي فتن بهذه الدجالة، هداهن الله وردهن للحق. مع أني فيما سمعت لشدة تعصبهن وتمسكهن بهذا الدين الجديد، وأخشى أنهن لن يسمعن لناصح أمين إلا أن يشاء الله، ونحن نؤدي ما علينا إلا البلاغ، ولكني أحذر لأنقذ من شاء الله من النساء اللواتي تدعوهن هاتان الفاجرتان، حتى لا يضل معهن كثير من بنات ونساء المسلمين. وكذلك لقوله جل وعلا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.
أواصل في مقطع آخر.